كل شيء ممكن في العراق. مسابقة اختيار ملكة جمال المرشحات أصبحت واقعا. الأمر لم يحتج إلا لتغيير الاسم إلى أمسية بطعم الجمال لاختيار سيدة الوطن، ليجذب بلمح البصر عشرات المرشحات إلى المشاركة. الموضوع هو إيصال رسالة للناخب العراقي أنه احنا عندنا كوكبة من الشخصيات النسائية ذات المستوى الرفيع علميا وأدبيا وثقافيا، واللي عندها ثقافة تقبل نجاح الآخر. بكامل أناقتهن كن حاضرات في غياب شبه كلي لمرشحات الأحزاب الإسلامية. إحدى الغائبات عن هذه المشاركة طلبت تأجيل الأمسية بسبب التزاماتها. لم تحقق رغبتها فقالت هي أمسية معيبة وتسقيط سياسي. حبينا أنه نوصل نموذج حقيقي لصورة المرأة العراقية المرشحة طبعا للبرلمان، لأنه لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه بدأت توصل صورة زائفة مشوهة لصورة المرشحات. المنافسة كانت على أشدها، وغيرة النساء لم تختفي خلف ضحكات ومجاملات البعض، فاللقب مهم هذه المرة، وربما يفوق أهمية الفوز في الانتخابات ما دام متعلقا بالجمال. بعيد عن الغيرة، لأن عندي ثقة بنفسي الحمد لله والشكر، وبقدراتي وبشخصيتي، فماكو غيره، بس اكو منافسة راح قد تكون منافسة حلوة. المفاجأة التي أعادت الدم إلى وجوه البعض في قرار اللجنة باعتبار جميع المشاركات فائزات، لتنتهي الأمسية على خير بعد اقتناع الجميع بالنتيجة. ماجد عبد القادر، الحدث، بغداد.